السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا صافي واهلا وسهلا بيكم فيديو جديد بعد غياب. قلت اشارك معاكم سفرة يوم الجمعة وان شاء الله الافكار اللي فيها تعجبكم. عندنا حمام النهارده، الحمام ده انتاجنا احنا مربيين حمام في بيت العيله، فلما بيطلع كده بعمل لهم الاكله دي. جبت كده الحمام غسلته كويس وعملت له محلول نقع، لان الحمام بيبقى لحمه هو والبط حار شويه فبيحتاج محلول نقع، وكمان بيحتاج يتبل ببصل كده وشويه توابل وليمونه طماطمايه مبشوره. وحطيت التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسمر وبهارات، هو بيحب الفلفل الاسمر اكتر حاجه. قلت اركنه على ما اعمل الحشوه بتاعه الحمام. جيت هنا جبت الصينيه دي وحطيت معلقتين زيت معلقه سمنه، وهحط كمان بصلايه كويسه كده مبشوره هسيبها تتشوح. عندي قرن فلفل حار، القرن الشطه ده انا هحطه على كل الاكل، يعني هوزعه على كل الاكلات اللي انا هعملها بحيث يدي تيست حلو كده ويبقى الاكل سنه سبايسي. زي ما انتم شايفين حطيت نص معلقه سكر، سبتها تتكرمل كده وهقلبها مع البصل، بتدي تسكيره حلوه كده للحشوه، وكمان بتساعد ان اللون بتاع الحشوه تبقى بني شويه. جيت هنا كمان جبت صويا صوص وحطيت منها شويه كده على البصل بحيث ان هو يتكرمل معاها ويتلون ويبقى لونه بني برضو، بتضيف طعم حلو للحشوه بتاعه الحمام. عايزه اقول لكم ان الاكل ده ملوش قاعده، اعملي الاكل على حسب ما اسرتك بتحبه وتتذوقه. يعني في ناس بتشوح الاول الكبد والقوانص مع الحشوه بتاعه الحمام، انا اهل بيتي ما بيحبوش الكبد والقوانص خالص، في جزء كده ممكن ياكلها، فانا بشوحها وبحطها على الرز خارجي، شويه الرز اللي بيفيدوا من حشوه الحمام بحطها عليه، ما بحبش احطها في الحمام. جيت هنا ضفت الرز وضفت معلقه صويا صوص كمان، وضفت التوابل ملح وفلفل اسمر بقى كتير، بهارات شويه قرفه جوز الطيب، وقلبت كل ده وحطيت نص كوبايه ميه، وسبت الرز هياخد ربع تسويه كده علشان ما يبقاش ني في الحمام من جوه. طبعا ده شكل الرز، يعني هو بيبقى مفلفل كده ما بيبقاش سوا كامل. وبعدين قلت احط ميه عشان تغلي لسلق الحمام. بنحتار كلنا نعمل ايه جنب الحمام، فكان عندي كفتة الرز دي في الفريزر طلعتها وقلت اعملها جنب الحمام كده واضيف لها خضار. صبعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الاول جبتها فكيتها ضربتها في الكبة كمان ضربة علشان لو فيها تلج ولا حاجة يفك، وجبت شوية زيت ابل ايدي زيت بسيط كده واصبعها زي ما انتوا شايفين. جيت هنا قلت اعمل التسبيكة بتاعة الكفتة. جبت معلقة زيت معلقة سمنة بصلاية مبشورة يعني ناعم او وسط، وحطيت كمان معلقة توم، ونفس قرن الشطة اللي انا قلتلكوا عليه هقطع منه برضو شوية، بحيث انا بحب الاكل دايما فيه سنة سبايسي، بحس بطعم الحاجة اكتر. انتوا ممكن تستغنوا عن الخطوة دي لو عندكوا اطفال، او ممكن تضيفوا الفلفل يكون مش حار، بيدي طعم حلو برضو للاكل. خلاص بعد ما البصلة اتشوحت كده وبقت لونها ذهبي، ضفت الطماطم زي ما انتم شايفين، وضفت ليها نص معلقة ملح ونص معلقة سكر وقلبتها وهسيبها تتسبك على نار هادية. جيت هنا الرز كان برد تماما، ما ينفعش نحشي الحمام والرز سخن علشان الحمام ما يفرقعش مننا واحنا بنسلقه. طبعا الحمام انا وديته لحد ذبحه وكمان ورقه، انا مش بعمل ده. المكان بتاع الرقبة طبعا لازم يكون سليم، لان احنا بنشيل الرقبة تماما من جوه وبنسيب المكان ده فاضي، ده اهم مكان للحشوة. وبعد كده بنحشي قلب الحمامة من جوه، بطن الحمامة بنسيبها فاضية كده لان المكان ده بيبقى رقيق، وتجنبا ان الحمامة تفرقع مننا فبنحشيهاش، بنحشي الرقبة ومن قلب الحمامة من جوه والاجناب بتاعة بطن الحمامة. جهزته كده زي ما انتوا شفتوه وخلصته. جبت هنا بصلايه مبشوره، طماطمتين، جزرايه، قرن شطه، وجبت التوابل بتاعتي فلفل اسمر وبهارات وملح وحبهان وورق لورا، كباب الصيني، عودين قرنفل، وحطيتها كده في ميه السلق ونزلت الحمام على ظهره. الحمام بيتسلق على ظهره بلاش على بطنه علشان ما يفرقعش برضو، احنا بنسايسه كده. اول ما ياخد غلوتين بتوطي عليه علشان برضو لما بتكون النار عالية عليه ممكن مع الغلو كتير برضو يخرج الحشوة بتاعته. وطيت عليه وسبته يستوي على مهله كده. جبت الرز اللي فايض من الحمام، طبعا هو مستوي نص تسوية، فزودت له كوباية مية وولعت عليه وسبته يستوي لان الرز ده هيتقدم مع الحمام. وبعد كده جبت القلاية دي وقلت اقلي الكفتة في شوية زيت، حطيتها زي ما انتوا شايفين كده، وهديها برضو لون ذهبي كده وهطلعها على طول.
على فكرة انا اوقات كتير بعمل كفتة الرز دي مسلوقة، ما بحمرهاش في زيت. لو عايزينها صحية اكتر تقدروا تسلقوها زي ما بنسلق القرص كده او الكبيبة الغمراوي، فبسلقها عادي خالص وبتطلع جميلة برضو. فلو انتوا عايزين الاكل اصح هي في السلق، وبتبقى طعمها احلى كمان لما تسلقوها في الشوربة. المهم هنا ان انا خلصتها تحمير، يعني هي كده اسرع واسهل، لكن اصح هي المسلوقة طبعا. كان هنا الحمام اتسلق، قلت اطلعه بقى من الحلة خلاص عشان اسيبه يبرد واحمره. برضو الحمام ما بيتحمرش وهو سخن، لو حمرتوه اول ما بيطلع من السلق بيفرقع في الزيت للاسف، فسيبوه يبرد برضو شوية وبعد كده ابتدوا حمروه. طلعته ما شاء الله كان كل الحمام سليم، مفيش ولا واحدة فيه فرقعت، وشكل الشوربة كان حلو قوي، طلع شوربة جميلة. جيت هنا اشوف التسبيكة بقى بتاعة الكفتة، زودتها شوية شوربة من بتاعة الحمام بعد ما اتسبكت، وضفت الصوابع كده او الكفتة بالطريقة دي. وانا قطعت بطاطستين وجزراية، بحب اضيف خضار للكفتة علشان ما يبقاش بياكلوها لوحدها كده، يبقى معاها خضار. يعني كانت ماما الله يرحمها دايما تعملها لنا كده مع اي خضار، كانت بتحطها لنا اوقات في القلقاس بخضره، وساعات مع اللوبيا، وساعات مع البطاطس. يعني اي خضار عندك تنفع معاه وبتبقى طعمها حلو جدا. قلبتها وظبطت الحدق بتاعها وحطيت لها ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسمر وسبتها تستوي على راحتها. جيت هنا قلت اشوح الكبده في معلقه زيت، حطيت الاول القوانص، بصلايه مبشوره، بقيت بقى قرن الشطه دي اخر حاجه قطعتها برضو عليها. القوانص بتاخد تسويه اكتر من الكبده، فسبتها تتشوح الاول شويه، وكنت حطيت بقى الحمام في الزيت يتحمر وهبتدي ان انا اقلبه. هنا كنت بشوف الصوابع هي بتاخدش تسويه كتير، يعني هي اصلا كانت استوت كمان قبل البطاطس، قلبتها كده وقمت طافيه عليها. هنا بعد ما القوانص خدت تشويحه ضفت ليها الكبده بتاعه الحمام، واديتها برضو تشويحه، وضفت لها شويه ملح وشويه فلفل اسمر وشويه بهارات، وهضيفها على الرز. كنت حمرت الحمام، وهنا بقدم السفرة بتاعتنا النهاردة. جبت الرز بتاع الحمام كده وحطيت الكبدة على الأحرف كده بتاعة الرز وزينته زي ما انتوا شايفين. كان عندي خضار في التلاجة قطعت منه، هما بيحبوا ياكلوا خضار مع الأكل. وده الحمام، وشوية شوربة بتاعة الحمام كده حلوين، وشوية ملح وفلفل أسمر اللي حابب يزود، وليمونة مقطعة. وده كان شكل السفرة بتاعتنا النهاردة. الاكل كان طعمه جميل جدا وعجبهم جدا، وبألف هنا لكل اللي كل منه. جربوا الطريقة دي للحمام هتعجبكم قوي، وكمان طريقة كفتة الرز برضو حلوة. وهنا كان شكل السفرة بتاعتنا، وكلهم قعدوا كلوا واتبسطوا النهاردة، وكان يوم عائلي وجميل. يا رب الفيديو يعجبكم، وانتظروني ان شاء الله فيديوهات جاية كتيرة. كانت معاكم صافي، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة على الفيديو، واسيبكم في رعاية الله وامنه. باي باي.